السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشوارين أو تلاتة ب1000 جنيه. إيه يا عم أنت بتقول إيه؟ أنت بتتكلم جد؟ أيوة مشوارين أو تلاتة ب1000 جنيه. تنزل تعمل مشوارين أو تلاتة عشان أنت عايز تجيب 1000 جنيه. إيه يا عم اللي أنت بتقوله ده؟ يعني أنا أنزل مشوارين أو تلاتة أعمل فيهم 1000 جنيه؟ هو ده. تنزل مشوارين تلاتة تعمل فيهم 1000 جنيه. طب قول لي إزاي؟ تعالى وأنا أقول لك إزاي. دلوقتي أنا جاي أقول لك واكمل لك الفيديو بتاع ازاي تعمل 1000 جنيه. 1000 جنيه في 3 4 ساعات. وقلت لك في الفيديو اللي فات اللي هو اصلا ما كانش ليه نصيب ان اكمله. بقالي شوية عمال احاول اكمله، انا مش عارف ومش فاضي. فازاي؟ والحمد لله ربنا كرمني ووفقني ان انا اقدر اكمل الفيديو واقول لك ازاي. كل كابتن جاي يقول لك الشغلانة دي بتكسب ملايين، وفي ناس تانية دبسوا الكباتن ان هم يعملوا ان هم يشتروا عربيات. دبسوا الناس ان هم يشتروا عربيات، والناس نزلت تجيب العربيات وجابوا على عربيات ودخلوا معانا في المجال. هوب الناس لبست مش عارفه تجيب صوت العربيات، مش عارفه تكفي بيتها، سابوا شغلها وي 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 كلام كتير عن الايه، عن الموضوع. ولكن انا هقول لك فعلا انت ازاي تجيب 1000 جنيه. 1000 جنيه في 3 4 رحلات. عندنا كذا برنامج احنا بنشتغل عليهم، وعندنا كذا طريقة احنا ممكن نعمل الكلام ده فيه. بس الكلام ده هيخليك او هيخلينا نبص لشيء تاني، اللي هو ايه؟ اللي هو احنا ما نبصش لعدد كيلوهات. انا همشي عدد كيلوهات كبير جدا عشان في 3 رحلات او 4 رحلات اعمل 1000 جنيه. تعالى عشان ما اطولش عليك في الكلام اقول لك ازاي. تعالى معايا. بص يا معلم، عندنا في اوبر حاجه اسمها، يعني عندنا ميزه اسمها رحله كومبو. رحله كومبو دي سيادتك لو خرجت الساعه 5 ونص الصبح او 6 وفتحت اوبر واشتغلت على كومبو، هتاخد 3 اشخاص. 3 اشخاص من على طريق عام. طريق عام انت هتروح، مش تخش شوارع، مش تخش الجانبيات، هتاخد 3. 3 دول هتلاقي ما هتاخد مثلا واحد من انت مثلا في اكتوبر، هتاخده من اكتوبر للتجمع. ال3 طبعا من اكتوبر مثلا ايه للتجمع لنقط معينه رئيسيه. تمام. الرحله دي بتعمل لها 500 600 جنيه، وفي رحلات بتوصل اكتر من كده، في رحلات بتبدا من 400 جنيه. في رحل يعني الرحلات دي بتبقى كبيره جدا. لو سيادتك عملت واحده بس منهم ب 400 500 جنيه 600 جنيه، بعدها على طول ابدأ خد الرحلة الكبيرة جدا اللي بتعدي معاك 250 جنيه. بس بتلاقي نفسك ماشي سيادتك 50 كيلو 55 كيلو 60 كيلو. فتلاقي نفسك سيادتك عملت لك 600 جنيه. سيادتك قمت واخد رحلة تانية من على اندرايف مثلا، من الرحلات العبيطة اللي بتبقى موجودة على اندرايف. وطبعا انا دوت مش معنى كده انا بقول لك اندرايف وحش، اندرايف مش وحش، وانا قلت لك هو الكينج بتاع الشغلانه للي فاهم. تمام. فسيادتك هتيجي تاخد الرحله امه 200 او طبعا 250 جنيه، 300 جنيه. رحله عامله 60 كيلو 65 كيلو 50 كيلو. سيادتك 3 رحلات بالظبط انت عملت 1000 جنيه. بس تعالى بقى يا معلم قول لي انت صرفت كام بنزين، صرفت كام نسبه. فالكباتن اللي نازله فاهمه ان انا عايز اعمل 1000 جنيه في رحلتين تلاتة. انت مش شغال كده في المهنه. انت كده شغال انا اسف، انت كده بتشتغل نفسك. انت نازل عشان تعمل اكبر مبلغ، ومش باصص لعدد الكيلوهات. دي الكباتن اللي مش فاهمه. نرجع بقى للناس اللي فاهمه، واحنا قلنا هتشتغل ازاي. نرجع برضو نبص على الرحلات. لو سيادتك مش عايز تشتغل كومبو، رحله كومبو، نبص خش على اندرايف، خش على ديدي. هتلاقي الرحلات 250 250 جنيه بتعمل 50 كيلو 55 كيلو. خد لك 3 رحلات منهم او بالكتير 4 رحلات منهم، سيادتك عملت 1000 جنيه. 1000 جنيه. وبعدين ارجع انت صوت في الاخر. وهعمل فيديو جاي اتكلم على الناس اللي نزلت لبست الكباتن للأسف، اللي عاملة فيديوهات ونزلت لبست الناس في ان هي تجيب عربيات وقالوا لهم الشغلانه بنجيب منها 1000 جنيه و1500 جنيه و2000 جنيه في اليوم. ويلا يا جماعه انتوا مستنيين ايه؟ انتوا مش عارف ايه يعني حضراتكم بتعملوا اعلانات لقنوات، سوري، بتعملوا اعلانات لبرامج، وبتعمل بتقولوا للناس احنا بناخد وبناخد وفي الاخر انت نفسك ما بتعرفش تشتغل في الشغلانه. بتنزل تقول للكابتن
روح يا كابتن، خد الرحله كذا وخد كذا واشتغل على كذا، وفي الاخر معدل الكيلو بتاعك في اليوم بيعمل معاك 6.5 و7 جنيه. انت نفسك اللي عامل فيها بتاع فيديو، انت نفسك اللي عامل فيها راجل بتاع فيديو بتاع محتوى، بتنصح الناس في المحتوى ده، انت بتعمل 6 و7 جنيه في الكيلو. ما بالك الناس اللي مش عاملة اصلا الكلام ده، بتلاقيها واصلة للكيلو بتاع 10 جنيه و11 جنيه، وناس واصلة ل9. فالناس اللي عايزة تشتغل صح هتنزل برضو تجيب لها ال1000 جنيه، ولكن بعدد ساعات كبير مش صغير، وهيبقى معاك عدد كيلوهات قليل. فبعد اذنك اشتغل صح لنفسك وللعميل، عشان العميل نفسه ما ينزلش يبقى على طول مختار اقل سعر، على طول سيادته بيحط سعر قليل جدا، فحضرتك عايز تخطف وتجري فتقوم خاطف السعر، فهو اتعود على كده. لو حضرتك وحدت سعر الكيلو بتاعك، وانا وحدت سعر الكيلو بتاعك، والكابتن ده وحد، والناس دي وحدت، وكلنا وحدنا سعر الكيلو بتاعنا وما خدناش كيلو قليل، هتلاقي نفسك في فترة قليلة من الوقت، مش من الساعات، فترة قليلة من المدة، يعني شهر شهرين 3، بدأ الزبون تاني يتعود ان الرحلة ما بقتش رخيصة قوي. الرحلة ما بقتش رخيصة، بقت معقولة، ولا هي غالية برضو، لان احنا كلنا على قد حالنا. فما بقتش الرحلة ولا هي رخيصة ولا هي غالية، بقت الرحلة معقولة. اتعود على الرحلة تبقى معقولة، ولكن احنا كلنا شغالين غلط. الكل شغال غلط، او الكل شغال بمزاجه. النهارده انا والله اصلي النهارده انا مش نازل اشتغل، النهارده انا هاخد بس مشوار وانا ماشي، فاجيب معايا بنزين، فتقوم سيادتك رحله عامله 50 كيلو تقوم خاطفها ب 150 جنيه، ب 200 جنيه، ب 170، ب 180، ب 250 جنيه. طب انت كده يا ابن الحلال كسبت ايه ولا عملت ايه؟ انت كده ما كسبتش حاجه. فانت اتقي الله في نفسك واتقي الله في الكباتن التانيه اللي شغاله معاك. وده كانت المعلومه بتاعتي في الفيديو ده، وتكمله للفيديو الاولاني. ان شاء الله اسمح لي بقى ان اقول لك انك تعمل لي لايك ومتابعه علشان يوصلك كل جديد من كابتن احمد عليهم. شكرا والسلام عليكم.